السلام عليكم شباب، ان شاء الله كلكم خير وياكم صقار وبمقطع جديد على قناتنا باليوتيوب، وراح ينزل معنا على التيك توك هذا الفيديو. اليوم حبيت اشارككم تجربتي بإنشاء فريق كرة قدم الفرق الشعبية. اكتشفت أني من قررت أسوي فريق أنه أصعب شيء تسويه في كرة القدم تسوي فريق، تكون فريق من الصفر. يعني الولد اللي تعرفه، أصدقائك أو اللي عندك أو اللي حولك، تجي تسوي دفتر اختبارات تختبر الولد اللي وياك تسحبهم فريقك على مود تدخل بطولة. هذا كان هو أصعب شيء تسويه بحياتك الكروية. أنا اليوم سويت فريق، اختاريت أعضاء والصفحة على الانستا، بعد شغلات يعني مال ملابس وما قالت، حتى ساحة اليوم أخذت من الملعب. فراح أعرض لكم الساحة، شوفوها هسه اليوم ما راح أخططها بورك إن شاء الله. الساحة قدامكم مثل ما تشوفون. الساحة نظفناها، كانت وسخة، العاقل والنباتات والسليل وكل ذني شلناهن، عدلناهن بقرماشة وكرك وهاي السوالف، صارت قاع نصبنا قوالة. مثل ما تشوفون هذا اللي هنا عندك الجول برميل، والجول الثاني حجارات، بس حجارات بدفونهم ويا القاع. وان شاء الله احنا راح نطور من هاي الساحة مالتنا. بس الاختبارات اللي كتبتهن اني وعلى اثرها اسحب اللواعي. عندك هنا أنا بالدفتر، هذا الدفتر ما اقدر اعرض شنو بيه، ما اريد يبين. فاني جيت اخذت اسماء اللواعي وكل اختبار. طبعا كل اختبار هسه استلام الكرة مختلف باختبارات، اختبره حسب استلام الكرة والتمرير والعرضية والتسديد والمراوغة والجري بالكرة، والقوة البدنية وقطع الكرة يعني دفاع بين قوسين، والسرعة. بعدين أحدد مقبول أو لا. وطبعا يتم تحديد سيء أو جيد إلى سيء أو جيد أو جيد إلى جدا أو جيد جدا. جيد جدا هذا يصير من أفضل اللواعب. طبعا عندنا لواعب أخذوا سيء وأخذوا جيد وأخذوا جيد جدا. وشون يتم اختيار اللواعيب او شلون تجي تختبرهم؟ طبعا اني هاي محفظه، شايف هاي المحفظه، محفظه صايمه ريال مدريد، ماكو شغل بيها، انا كنت اشجع الريال، بعدين احكي لكم هاي القصه مال تشجيع الريال. هاي المحفظه فيها شغلات هوايه. اول شيء خلنا اشوفكم البطايق. راح اخذ، انا عندي هوايه بطايق يعني هذني موجودات، شوف هذول هذني هوايه، اطلعكم واحده بس، واحده حطها لك. هاي البطاقه عباره عن شنو؟ انا صممتها طبعا فريق جي 2 اكس. ثواني، هاي شامبيونز ليج، بطاقة اختبارات الفريق وكأس العالم. بس خلي تشوفوها تشوفوها واضحة. جي 2 اكس اختبارات، وهذا تصميم حلو. طبعا بالواقع احلى بالكاميرا مالتي مال الموبايل ما مبين حيل. هاي الورقة ما تزعلون عليها او شيء، هاي سعرها 2000 دينار. هسه تقولي ليش سعرها 2000 دينار حبيبي؟ هاي اول شيء هذا اللي ينقبل والما ينقبل بالفريق ناخذ فلوسه 2000. هاي اقول له انا اختبار مال البطاقه هاي، مفهوم؟ لا تفهموني غلط. البطاقه هاي ب2000، تيجي اختبرك انا من نفسي، انا راح اقف وياك، راح اظل اشوفك، واذا انقبلت بالفريق هاي تروح للسيتات. انا السيتات خوان اجيبها من يمي، مصلحة الفريق هاي بين التعب اللي انا اتعبه وياك. اذا انت اختبرتك وطلع السيء فهاي مشكلتك، انت لو جيد كان طبيت واخذت السيت. بس انا بيع هاي 2000. بالمستقبل نطلع صور اللاعبين واعمارهم وجنسيتهم، يعني اكيد عراقيين، يعني خواجي برازيلي، بس نجيب اللواعيب ونسجلهم وصورهم وتشكيله رسميه وكل شيء ينزل عندكم بالانستغرام. تابعوا صفحتنا على الانستغرام g2x.sport10. هي هاي الصفحه مال فريقنا، وصارت عندنا ساحه وفريق واسماء اللاعب ودكه ومدرب اللي هو اني، ورئيس ولاعب انا همينه. فخليكم ويانا. وهاي اول حلقه او اول فيديو من قصه تاسيس فريق جي 2 اكس او فهود الغربيه بمسماه الثاني. احتمال يتغير، احتمال يبقى نفسه. فخليكم كل شيء متوقعين ومتحمسين وجاهزين، وان شاء الله نطب بطولات وناخذها. طبعا بطولات بشهر السابع، ودعونا ننجح ونتفوق بهاي البطولات وهذا الفريق. إلى هنا نكون وصلنا لنهاية المقطع. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.